فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات التلفزيون الجزائري، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم مباشرة من ملعب مدينة الملك عبد الله الفيصل بعروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، وهذا الحوار الودي بنكهة عربية، مواجهة بين المنتخبين الشقيقين، منتخبنا الوطني الجزائري ونظيره السعودي، في مباراة قوية لمنتخبين متأهلين إلى المونديال القادم بأمريكا كندا والمكسيك منتصف العام المقبل. أجواء استثنائية، كل شيء جاهز من أجل تقديم عرض كروي ننتظره جميلا بين المنتخبين الشقيقين في مباراة هي السادسة في تاريخ لقاءاتهما على مستوى المنتخب الأول. آخر مواجهة كانت قبل 7 أعوام في مدينة قادش في إسبانيا، وفاز آنذاك الأخضر السعودي. الفريقان دخل أرضية الميدان، ونستمع الآن إلى النشيد الوطني الجزائري ثم بعده السعودي. جانب المنتخب الجزائري لا يجب أن نتركها ومجموعة السودان وغينيا الاستوائية، وأيضا المنتخب البوركينابي، بينما هنا عرضية كانت خطيرة على دفاع المنتخب. هناك على الجهة اليسرى أمام مصعب فقط هو ما يجعلنا نتطور. المنتخب السعودي هو الأكثر مبادرة والأكثر ملعوبة لصالح المنتخب، وبعدها بسنتين ذلك إلى الحارس نواف العقيدي. كرة سعودية على الجهة اليمنى، المنتخب السعودي يحاول أن يضغط مع هذه البداية، لكن بمخالفة على الطرف الأيمن من تقريب عودة كلية للاعبي المنتخب الوطني الجزائري. ملف ممتاز في 1-2 البحث عن بغداد بونجاح، لكن كرة سعودية ثم داخل منطقة الجزية لمصعب الجوهري مجددا. قلت هو امتحان قوي للخضر في أهل جدة. يلعب هناك محمد باكو، لا تزال ثم لمصعب الجوهري رامي بن سبعيني، بينما هنا كرة سعودية داخل منطقة الجزاء. تدخل ممتاز من سمير الشرقي، مطالبة بركنية، ولكن حكم يقول هناك. شوف كيف انطلق نواف أبو وشل، كيف انطلق أو الدوسري. ممتازة من إسماعيل بن ناصر، وصلت لريان يبحث عن مرور ومخالفة، نعم، وبطاقة صفراء هي الأولى في المباراة لجهاد الدكري. تدخل قوي على السعودي إسماعيل بن ناصر في القائمة الثانية، ولكن عادت للمنتخب الجزائري. حسام عوار حاج موسى أنيس البحث عرضية عن عوار، كانوا يغير اتجاه الكرة بحثا عن نواف. شوف رياض هو اللي انطلق في الهجمة، هو الآن على الجهة خالفة من تنفيذ رياض محرز. أين هذه شوف كيف انطلق صالح أبو شمات، كرة ممتازة لسالم الدوسري. شوف كيف خرجت الكرة لحسن الحد. رياض محرز لريان بالخيبري، ثم بعد ذلك البحث عن ركلة جزاء. ما تزال الخطورة للمنتخب الجزائري، لا ركلة مرمى يقول الحكم رغم مطالبات بغداد بونجاح بركلة، بينما هنا كرة للمنتخب الجزائري ومخالفة. نعم صحيح، الحكم يعود إلى الخطأ، ترك الأفضلية في البداية ثم بعد ذلك عاد إلى الخطأ، وبطاقة صفراء ثانية لعبد الله الخيبري. بغداد هو من سينفذ، بغداد منفذ. السلام على كرة، يا سلام على كرة مرت بجوار القائم الأيمن للمنتخب السعودي. شوف الكرة جاءت بهذا الشكل، لم تمر بعيدا عن مرمى نواف، يبحث عن مرور، عن مساحة، عن تقدم، عن مراوغة. صالح أبو شمات، عادت لرياض محرز، هذه كرة جزائرية نفذت الركنية في القائمة الأول. وشل ثم للدوسري، البحث دائما عن منفذ التماس مباشرة طويل داخل منطقة الجاح، وعيسى ماندي وعوار، بينما هنا كرة ولكن في راية بتسلل على بونجاح. كرة موسى، حاج موسى يتقدم وحده على اللاعبين، يبحث على 1-2. كرة سعودية والتصويبة
تدخل لحسن الحظ قام هنا في السعودية لأنيس حاج موسى. كرة جزائرية على كرة ويا سلام. جزائر لرياض محرز قد يكون الأول. رياض إلى الركنية. كرة لصالح المنتخب في صناعة اللعب. فيه عودة من التسلل يقول الحكم. تسلل على فارس أو في رأس البريكان. الكرة إلى حسام عوار. انطلاقة حسام فيه لمس يا سيدي الحكم، ولكن تعادل في 3. عنده خسارتين فقط امام الكرة. تمهيد تحضير على الجهة اليسرى. فالجوهري كرة سعودية للمرة الأولى على مرتين. الثانية ريان اللي عوار، لكن هذه الكرة التي يحببها الجناح الجزائري ممتازة. انذار أول للمنتخب السعودي من الجناح أنيس حاج موسى بمجهود في القائمة الثانية. الحكم يقول بأن الكرة أو كان بينما هنا عرضية البحث دائما عن البريكان. الصعود والارتكاز على رفيق بالغالي. المنتخب الجزائري أثبت اليوم التوقيت أيضا المناسب، حامل اللقب في 3 مناسبات، بينما هنا كرة سعودي. طبعا تحية للإطارات الجزائرية. عموما تحسن أداء منتخبنا. مصطفى الجوهري كرة سعودية البحث دائما عن خلف الدفاع. الانطلاقة من السعودية من محمد كانو. خطيرة هذه الكرة سعودية جاءت من محمد كانو. تصويبة منتخب اليمن، بينما هنا كرة جزائرية البحث عن تصويبة من أنيس حاج موسى. كانت تحتاج إلى تركيز من مهاجم. الشوطي الأول والتغطية في مخالفة الجزائري. كرة لي أنيس يا أنيس ضاعت. ليس بهذا الشكل تلعب. المرور دائما لرامي الزروقي. العودة إلى الخلف. أنيس حذاري من خسارة أنيس حاج موسى داخل منطقة الجزاء أمامه لاعبين. حاج موسى يتقدم. حاج موسى ركلة جزاء. ركلة جزاء للمنتخب الوطني الجزائري. المهارة تصنع الفارق. الدفاع السعودي يقع في المحظور ويرتكب خطأ يكلف. كرة للمنتخب الجزائري والهدف الأول للمنتخب الجزائري. الهدف الأول للخضر رياض محرز يضع المنتخب الجزائري في المقدمة بعد مرور 75 دقيقة قبل ربع ساعة على النهاية. فعلها الخضر، فعلها رياض هكذا تسجل الأهداف. ورياض دائما يقول افرحوا اسعدوا لما تكون عندي الكرة. دائما رياض يقول لنا هكذا تسجل الأهداف، هكذا نضرب دفاع الخصوم، وهكذا نحرك الشباك. الكرة في جهة ونواف العقيدي في جهة المنطقة. هذه كرة سعودية. حداري والانفراد ممتاز من قندوز. ممتازة كرة كانت. المرور الثاني للمنتخب الجزائري. يا لها من كرة ويا له من سيناريو. انطلاقة من أنيس رجل المباراة، يتقدم يتوغل يتلاعب بالدفاع السعودي، ثم بعد ذلك رفيق بالغالي البديل لاعب إلاس فيرونا الإيطالي يسجل أول أهدافه مع المنتخب الجزائري. 2-0 صارت النتيجة قبل 5 دقائق. الخضر يتقدمون، الخضر يضيفون الثاني. أنيس يا أنيس بلقطة وبتقدم وبكرة